السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب. النهاردة بقى هنعمل مع بعض طاجن الكوارع الجميل جدا. أنا ما كنتش بحبها بس بقيت أحبها. اما عملته بالطريقه دي حبيتها، وانتوا برضو اللي ما بيحبهاش هيحبها. في كتير جدا ما بيحبوهاش وفي كتير برضو بيحبوها. بصوا بتبقى جميله جدا ومستويه وزبده، وبجد تحفه. هتعجبكم بالطريقه دي جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف الطريقه اللي احنا هنعمل بيها الكوارع. اول حاجه انا جبت فردة كوارع صغيره، ما جبتهاش من الكبيره. طبعا الكبيره غاليه وفي نفس الوقت كبيره، وانا ما عنديش حد بيحبها فجبت واحده صغيره اجربها. وجبتها متقطعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. هو الراجل بتخليه يقطعها لك، بتجيبها من عنده هو بيقطعها. قولي له قطعها قطع صغيرة. بعد كده تغسليها كويس جدا، تنقعيها في مية وخل وحبة ملح ساعة كده، وبعد كده تشطفيها كويس جدا جدا وتصفيها. بعد كده بقى نحضر الحلة بتاعتنا، نحط فيها مية ونحطها على البوتاجاز. ولما المية تسخن بالشكل ده هحط بصلاية وطماطماية وقرن فلفل. وبعد كده طبعا المية هتغلي دلوقتي حالا، فانا هنزل بقى بالكوارع بتاعتي. كده انا نزلت الكوارع، واول ما تغلي بقى لو في اي ريم ولا حاجة نشيله. طبعا انا غسلاها كويس جدا كده، نشيله وخلاص. لو مش مغسولة كويس بقى كنت هتلاقوا ريم كتير. نشيله، لازم نشيل الريم ده عشان ما تبقاش زفرة ولا طعمها وحش، وتبقى المية الشوربة بتاعتها يعني تكون معكرة. بعد كده بقى نغطي ونوطي النار ونرجع نبص عليها تاني. هي ما خدتش معايا ساعة، استوت بسرعة جدا جدا. حطيت بقى التوابل بتاعتي، فلفل اسمر وحبة سكر وحبة ملح. بصوا بقى، استوت وبقت بجد جميلة 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 تحفة. ما خدتش ساعة زمن واستوت. بصوا العظم فصل كده خلاص، هي استوت. وهطفي بقى عليها النار ونروح نعمل بقى الصلصة بتاعتنا. جبت حلة صغيرة وحطيت فيها فصين ثوم أو 3 فصوص مفرومين أو مدقوقين وحبة زيت صغيرين ونحمرها. صلصة بقى اللي هنحطها على الكوارع. بجد الطريقة دي هتعجبكم جدا. اللي مش بيحب الكوارع هيحبها بالطريقة دي. أنا ما كنتش بحبها، عمري ما كلتها إلا المرة دي. قلت أجرب يمكن أكلها، لقيت نفسي كلتها وبناتي كمان كلوا. كانش حد عندنا بيحبها بصراحة، حبيناها. فانتوا اعملوها، اللي مش بيحبها يحبها، طعمها لذيذ جدا. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي، انا عصراها كويس في الخلاط. هننزل بقى بمعلقة السكر، وهننزل بالفلفل الاسمر برضو. هننزل يعني بالتوابل بتاعتنا والملح والكمون والبهارات، البهارات السبعة. ونقلب ونسيبها بقى مع نفسها تتسبك. احلى طاجن كوارع. يلا بقى، انا قطعت بصلتين حلوين كده ودعكتهم بالملح والفلفل الاسمر. اهم حاجه تدعكيهم بالملح والفلفل الاسمر. وقطعت فلفل حتت صغيره زي ما حضراتكم شايفين كده، مش صغيره قوي يعني. فلفل الوان وفلفل اخضر. بعد كده جبت الطاجن بتاعي وحطيت نص البصل من تحت، حبه بصل يعني، وحبه فلفل. بعد كده بقى نزلت بقى بالكوارع بتاعتنا الزبده زبده زبده، مستوية جدا وجميلة جدا جدا جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. اللي مش بيحبها هيحبها، واللي بيحبها هيحبها اكتر بالطريقة دي.
طريقة جميلة وسهلة، والكوارع بتبقى مستوية جدا وطعمها بجد تحفة، تحفة بجد. وهننزل بقى بباقي البصل والفلفل كده من فوق الوش. البصل انا دعكاه بالملح والفلفل بيديها طعم جميل جدا بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا عصراها ومسبكاها. انا عامله الطماطم كتير عشان كده محتاجتش شوربه. انتوا مثلا لو الطماطم طلعت قليله معاكم ممكن تزودوا شوربه، بس انا عامله الطماطم كتير عشان احنا بنحب الصلصه كتير. بعد كده حطيت بقى قرنين فلفل ودخلتها الفرن في الشبكه اللي في النص، وخرجت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده بالظبط. ايه رايكم بقى؟ بجد حاجه تحفه وطعمه هيعجبكم جدا، اتمنى ان انتوا تجربوه. بصوا بقى، مهلبيه، زبده 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 مستويه جدا. بصوا بتتقطع بسهوله ازاي، حاجه تحفه بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى ان طريقتي تكون عجبتكم. ولو طريقتي عجبتكم والفيديو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا اي حاجة جديدة اعملها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.